السلام ومرحبا بكم. جينا في فيديو جديد باش نحكيو عن مباراة الترجي الرياضي التونسي والاولمبي البيجي اللي وفات نتيجة هدف لصفر بتوقيع اللاعب البرازيلي يانساس. المباراة هذه جات في اختتام التربص التحضيري للترجي الرياضي التونسي في مدينة تبرقة. الترجي الرياضي التونسي كان باش نقيم باستراتيجية الترجي الرياضي التونسي خاض ثلاثة مباريات ودية. المباراة الأولى ضد مستقبل جابس انتصر 2-0. المباراة الثانية ضد فريق نفزة توقفت في الدقيقة 35. الترجي الرياضي التونسي منتصر 3-0. ويمكن زاد كانت تزيد الأهداف كانت واصلة المباراة الأخيرة ضد الأولمبي البيجي، مباراة نجم نقولوا ضد فريق مقارنة بالفرق اللي لعبها الترجي الرياضي التونسي لحد الآن وديا يعتبر فريق محترم على الآخر اللي هو الأولمبي البيجي. الترجي التونسي انتصر 1-0 في مباراة ما شفناش فيها برشا حجم لعب. اليوم جينا باش نحكيو على المباراة هذه، باش نحكيو شوية على زيادة على تصريحات كاردوزو، ورانا نبديو في الفيديو. نبداو بالتشكيله الاساسيه. كاردوزو دخل بن سعيد في حراسه المرمى، والهنا نشوفوا انه فما مداوره كبيره بين بن سعيد ومميش. مره يهبط مميش مره يهبط بن سعيد، يعني نجم نقولوا ماتش بماتش. الحاجه هذه اللي ما لازمهاش تصير في المباريات الرسميه. لازم يتم الاستقرار على حارس واحد. نجم نلعبوا يعني بن سعيد في مباريات الكاس ومباريات تضعيفه في البطوله، لانك نتصور مميش لازم ياخذ الوقت اللعب الاكثر، يلعب تقريبا في كل مباريات في البطوله، يلعب زاده في الشامبيونز ليج، خاطر حارس قدم مردود كبير. الموسم اللي فات كان باش نقعدوا نلعبوا فيها ماتش بماتش، المردود بتاعهم اكيد باش ينزل. نبداو بقلوب الدفاع. توغاي ومرياح اللي تقريبا ما اختبروش في المباراه هذه. على الاطراف عندك بن حميده وبوشنيبه. بن حميده اللي عمل اسيست في الهدف للترجي الرياضي التونسي. بن حميده نجم نقولوا ارضيه لاساس ارضيه ممتازه، لكن هذا ما يغطيش المردود الكارثي اللي قدمه بن حميده طوال مجريات اللقاء هذا. يعني ابار الاسيست بن حميده كان غايب تقريبا، فما حتى توزيعات تقريبا، فما حتى مسانده هجوميه. ونتصور بن محمد لازم يكون هو الظهير الايسر الاساسي في المباريات الرسميه. في وسط الميدان عندك حسام تقاو ورجي اولو ووائل الدربيري. تقريبا وضحت الملامح بتاع التشكيله الاساسيه للترجي التونسي الموسم القادم، سواء في الشامبيونز ليج سواء في البطوله التونسيه. الترجي التونسي باش يعتمد على ثلاثه في وسط الميدان، باش يلعب تشكيله 4-3-3 بدون صانع العاب. وهذه حاجه اللي ما حبذهاش، خاطر يانساس يلقى راحته في مركز صانع الالعاب. شفناه حتى في مباراه اليوم هبط برشا وسط الميدان. على الجهه اليمنى نلقاو يانساس، على الجهه اليسرى البليلي كان نجم مباراه اليوم تو نحكيو عليه بعد. يوسف العبدلي كراس حربة. ومنتظر أن يوسف العبدلي يبدو في مباريات البطولة الأولى في صورة غياب رودريغو رودريغيز اللي تعرض لإصابة باش يرتاح 3 أسابيع. نحكيو على موضوع رودريغو رودريغيز فيديوهات قادمة. المباراة هذه ما تفرجتش فيها كاملة، يعني تقريبا تفرجت في بين 30 و 40 دقيقة لعب كهو بسبب يعني البث المتوقف. لكن في الدقائق اللي شفتهم لاحظت تألق كبير ليوسف البليلي المنتدب الجديد رغم كبار سنه. يعني تحسه مش جاهز برشا بدنيا، لكن اليوم شفنا برشا اختراقات برشا باسيت. يعني شفنا يعني الكرة اللي خذاها من صوت الراوغ بلعب راوغ بالثاني، وحتى كرة شدها الجارديان وخرجت ركنيه. يوسف البليلي زاد في المباراة اليوم خرج برشا كور للمهاجمين. يعني شفناه كرة عالية من مرياح، كنترول واحد عطاه باس اليوسف العبدلي اللي حطها فوق المرمى. نفس الشيء زاد هز سونتراج بالاكستيريور الياساس اللي حطها بالراس فوق المرمى يوسف البليلي. نشوفوا باش يكون اكيد قطعة اساسية ولا خوف على الترجي التونسي مع يوسف البليلي. على الجهة اليسرى بنسبة 90% الترجي التونسي ضمن الجهة هذه اللي عانى منها الموسم الفارط، لكن لحد الان مازلنا نلوجوا عن معوض، خاصة في صورة خروج أسامة بوقرة. نجيو توا يانساس اللي هي كان صاحب الهدف في مباراة اليوم. باش نحكيو زاد على النجاة يانساس اللاعب البرازيلي هذا اللي ديما قليل برشا وين يضيع انفراد امام المرمى. اليوم شفناه حتى بالانتريور بعد اسيست من محمد امين بن حميده، اسيست نجم نقولوا يعني ممتاز نوعا ما حتى في ظهر المدافعين. يانساس مرة اخرى ياكد على الافيكاسيتي نتاعو. يانساس لاعب هداف امام المرمى. حبيت انه يكون كصانع العاب، خاطر شفناه حتى في الهدف اللي سجلوا جي من وسط الميدان، جي من الخلف وحط الكره في الشباك. زاد كالعاده يانساس يقلق المدافعين، ما قدمش مباراه كبيره اليوم لكن شفناه قلق المدافعين، ياخذ باسيت يعمل اندو. يانساس نشوفوا زاد اللي نجم يكون نجم الفريق الموسم القادم. الشوط الثاني هبطوا كالعاده برشا لاعبين واللي هما اوكبيلو ولاري عزوني اللي قدموا مردود محترم في الدقائق اللي شفتهم لعبوا فيهم. نفس الشيء زاد هبط حمزه الجلاسي، هبط زاد قصي ماشو زيندين كادا اللي من المنتظر يكون عندهم دور كبدلي الموسم القادم على الاقل في البطوله التونسيه. نفس الشيء زاد هبط الياس مكوينا اللي قدم مردود نجم نقولوا عليه اقل من المتوسط، خسر تقريبا 3 كرات، عمل برشا محاولات تاع مراوغه تقريبا فشل في زوز، عطى باس غلطه لكن ما نحكمش عليه من تو. الياس مكوينا يعني حبيت انه يلعب كاساسي في مباراه اليوم مع التشكيله الاولى مع ينساس مع البليلي. حبيت اشوف في مركز الجهه اليمنى لكن هذا ما صارش، هبط في اخر 30 دقيقه لعب، قدم مردود كما قلنا
أقل من المتوسط، لكن يحتاج دقائق لعب أكثر، ما يحتاج إنه يهبط كأساسي ياخذ شوط و60 دقيقة باش نجموا نحكموا عليه. أنا صراحةً متفائل بالصفقة هذه رغم المردود بتاعه، نجموا نقولوا اللي ماهوش في مستوى التطلعات في المباريات الودية، لكن أنا مازلت مأمن إنه كان ياخذ فرصته الكاملة، يعني 4 والّا 5 مباريات ينجم يتألق مع الترجي التونسي، خاصةً إنه أفضل مراوغ في الدوري الجنوب أفريقي الموسم الفارط. هذه هي المباراة بشكل كامل، يعني مباراة تقريبا تفرجنا في النص بتاعها ولا أقل. مباراة خاصة يعني البث من الترجي بليس كان سيء وسيء للغاية، لكن تحسن في الشوط الثاني. الترجي التونسي اختتم تربص التحضير بتاعه وانتصار ضد الأولمبي البيجي. النساق بدا يطلع تدريجيا، يعني نلعب ضد الأولمبي البيجي فريق من الرابطة الأولى، يعني على الأقل فريق محترم، لكن هذا ما يكفيش. ننتظروا مباريات ضد فرق محترمة. زاد كان فما اتحاد العاصمة في تبرقة طلبت من الترجي التونسي إجراء مباراة ودية، لكن هذا الترجي التونسي ما رددش على الاقتراح هذا. كنا نجم نشوفوا مباراة ضد الفريق هذا، نشوفوا أحسن اختبار للترجي التونسي، فريق ممتاز، فريق بانتدابات كبيرة برشا. كان ينجم يكون اختبار ممتاز ونشوف الوجه الحقيقي للمنتدبين الجدد، لكن هذا ما صارش. نزيد ننتظر مباريات ودية في حجم الفريق ضد فرق كبرى في الحديقة ب بعد العودة من طرابلس برقة. كاردوزو خرج في تصريح للترجي بليس، وأبرز تصريح قال ميغيل كاردوزو انه فما مباريات جايه ضد فرق محترمه، وانه النسق بدا يطلع تدريجيا خاطر نعرفوا وجهه وارد بدنيا، وكاردوزو قاعد يخدم على الجانب البدني، وقال انه فما مباريات وديه بعد العوده من طرابلس برقه. هذا الشيء اللي نتمنوه الناس الكل. كاردوزو بعد ما قال انه فما مباريات وديه كبيره بالطبيعه، هذا الشيء ما نكرش فيه، ولازم الترجي التونسي يعمل مباريات وديه قبل بدايه البطوله 27 اوت، يعني مازال تقريبا 10 ايام على بدايه البطوله. الترجي نجم يلعب زوج ولا ثلاثه مباريات في حجم الفريق. نعرفوا قيمه المنتدبين الجدد، يعني انت ديما تلعب ضد فرق ضعيفه اضعف منك نوعا ما، ديما تفرض ستيل دو جو بتاعك. نحتاج مباريات وديه ضد فرق تلعب الهجوم، ضد فرق تكون منافسه جديه ليك كما شفنا. يعني النادي الافريقي يلعب ضد السي اس اس اللي عملت ميركاتو كبير الموسم هذا، لعب زاد ضد وفاق ستيف، باش تلعب ضد الزمالك المصري بنسبه كبيره. نفس زاد سان داونز كما قلنا لعب ضد فرق من اوروبا، لعب ضد الهلال السعودي، الرجاء البيضاوي لعب ضد بطل اسيا العين الاماراتي. الترجي التونسي لحد الان يلعب ضد فرق اضعف منه. نجموا نفهموا العامل هذا بحكم يعني الجانب البدني، بحكم المنتدبين مازالوا ما نسجموش خوفا من الاصابات، لكن ننتظروا مباريات كبيرة توا، خاصة بعد نتصور على الجانب البدني الجوارات الكل حاضرين. يعني طرابلس تبرقى 10 أيام الجوارات، نتصور فما انسجام بيناتهم، نتصور تأهيل بدني وفي ننتظروا حاليا مباريات ودية من الطراز العالي. هذا هو الفيديو بشكل كامل. كان عجبكم الفيديو تنسيوش تدعمونا كالعادة بلايك اشتراك. نحب نشكركم على الألف مشترك. فما فيديوهات زاده جايه بمونتاج ممتاز بخدمه كبيره برشا برشا فيديوهات في الثنيه. كان عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك، كيف ماكش مشترك في القناه تشترك، ونتقابلوا في فيديوهات جايه.